ايه، قرأت. منو انتي وش انتبه؟ انا ميسون رجب المنصور. انا عارفة انك عبارة عن أداة قوية يستخدمها أبوي لما يبدأ في مناقصة قوية وخصمها قوي. ايه، كل مرة لما تكون في مناقصة قوية ومنافسين أقوياء يستخدمك أبوي حتى تتسللي للشركات وتسرقي كل المعلومات المهمة بتقدر تخلي أبوي يرسم خريطة قوية تخليه ينتصر على أي حد مهما كان قوي في الساحة. والمطلوب حنعطيك عنوان حوش، والليلة حتكون في مناسبة، وهدفك هو إنك تخشي على الحوش هذا وتخطفي منهم بنت صغيرة، وغادي أصلا حتلقي واحدة هي اللي حتعطيك وتوريك أما هي البنت اللي أنت مفروض لازم تخطفها. باهو بعدين اللي حيصير انك حتاخد البنت عند الساعة 10 في الليل وتجيبها هنا عند الغابة هادي نشوفك بعيوني ونتأكد ان البنت عندك. حنسلمك جزء من القيمة تقعد عندك البنت لأن يوم الثاني، وبعدين أنا حندزلك لعند حوشك واحد ياخد منك البنت ويعطيك باقي قيمة الفلوس. أهم حاجة إنك تأدي المهمة على خير، وأكيد أنا واثقة فيك وعارفاتك إنك هتأدي المهمة على أكمل وجه. رجب المنصور مش على فاضي واثق فيك. واضح إن عندك قوة خبز مش عادية، خبز بوك جبد المنصور، لكن كل شيء نديره بمقابل. هل حتقدر تدفعي مقابل خدمة؟ لأنها ما هيش خدمة عادية، أنا بندير هالشي وحاملة روحي في إيد التاني. كم طالبة في الصفقة هذه؟ 8، ولازم تحولهم لي على حسابي، أوكي؟ لكن هقولك حاجة، مش أنا حنفذ المهمة هذه، أنا حنوكل واحدة شريكتي ومعاي في أكثر المهمات الصعبة، وهي اللي حتنجز المهمة هذه. ليش؟ لأن الليلة عندي مهمات تانية. يا ريت كلمتيني من أمس أو ألامس كنت حطيتك في الحسبان، لكن ما حدش غيرك حيقدر ينفذ المهمة هذه وعلى أكمل وجه، فاهمة؟ عارفة، لكن شريكتي اللي أنا قلت لك عليها شاطرة، وأنا كان مش عارفتها قد المهمة كنت ما قلت لكش عليها، وكنت رفضت أصلا مهمة اليوم وضحيت. مدامك وأتقى هيك خلاص، لكن لازم تتم المهمة على أكمل وجه، وضحيت. ما شاء الله يا ميسون، الأجواء والتجهيزات بالأخير ليالها نور هاي. إيه، كل العيلة ما شاء الله شاركت حتى يكون العرس على أكمل وجه، وصدام صرف أول فلوس ربحهم في أول صفقة في العرس هذا. حلو، شوفي سلفتك جاية تجري، أعوذ بالله منها، أكيد وراها حاجة. ميسون، علاش غيرتي شكل الصحون اللي أنا اخترتها اللي بنقدموا فيها الضيافة للناس؟ الصحون اللي على شكل مربع أحلى وأرتب، أتمنى ما نكون أزعجت. الحوش هذا أنا الكنة الكبيرة وأول كنة في هالحوش، ومرتي كبيرة العيلة وأم أول حفيد لهالعيلة، فهمتيني؟ هالأمور تخصني أنا وبس، وإنتي ملكش دخل. آسفة سيدتي سعاد، ما كنتش نعتقد إن الموضوع بيزعلك هيك وبيضايقك. خلاص خلينا نمشي نكلمهم غير الصحون اللي أنت اخترتيهم. اللطف، وعلاش الانفعال ذا كله لخاطر غيرة الصحون؟ وبعدين علاش تاخد رايك ملكة الملكات؟ أمور مالكش علاقة فيها ما تتدخليش فيها، فاهمة؟ إلا ونتدخل ونص شنو هالتصرفات هذه؟ أنت تو كنت تقولي أكبر واحدة وماني عارفة شنو، إذن اتصرف على حسب هالكلام اللي تقولي فيه. لكن أنا لا لكن ولا واحدة، الجو مش متحمل أي نوع من المشاكل، ياريت تحدي حدودك وتحترمي نفسك. ماشي تشديني هناك زوطة مع الرجال نهار حرف. أنا نازل حسيت راسي تعبان شوية، فقلت خليني أعمل شوية هنا.
سلامتك يا وليدي. لكن يا وليدي ما شاء الله بيقولوا عليك عريس. وانت ما شاء الله بيقولوا عليك اخت العريس. وليدي ما تخلينيش نصدق روحي، بعدين نقول لكم اني عريس مرة واحدة. لا عارفك ما تدريهاش وتسيبينا. مجد، بما اننا فتحنا الموضوع، شنو رايك تتزوج؟ حق امي، عندك عادي اني نتزوج؟ ليش لا لطف؟ كنت نعتقد انك حترفضي كوني قاعد نقرا وما عنديش تعيين. لا يا ولادي، انا نبي نشوفكم كلكم سعيدين مع بعض، كلكم فرحانين ونبي نشوف ولادكم. وبعدين كانك على القراية هلبا متزوجين ويقروا في نفس الوقت. وبعدين انت ما تحتاجش للتعيين، شد كتبوه اشتغل مع اخوتك مصطفى وصدام واخدموا على الشركة ورجعوا مجد وسلامة التعيين امتى ما يجي. ان شاء الله امي حنحط الموضوع في راسي. اكيد انت نرميدة بعتتك رادها صح؟ ايه هذه انا نرميدة. عرفتك انت الوحيدة اللي شكلها غريب، لكن كان حد يسألني عليك حنقول وحدة جاية تنظف الكوجين. اوكي شوف لي جاي توا ايه ما نخش داخل الصالة وانت بتركزي معي كويس. في اللحظة اللي بنأشر لك فيها انا ما انا حاولي انك تاخدي البنت وردي بالك عليها كويس. راهو هذه بنتي ما تخافيش، مش اول مرة نخدمها وكلمي ميسون قولي لها خليني على اتفاقنا وفي موعدنا. عارفة لو تتأخروا دقيقة على تسليمي أول قيمة صدقيني حتندمي انت وياها. ما تخافيش، انت ديري المهمة على أكمل وجه وتشوف الخيرات. زعما منو هذه اللي واقفة على سؤال حتى شكلها مش شكل بني آدمية يلطف منها السؤال. أنا متأكدة في وراها شيء. حنستغل الفرصة هذه إني مستحيل نلقى زيها، بما أن الكل مشي عرس وقعدت أنا وأحمد بروحنا خلينا نعطيه الدواء على أساس أنه دواء الضغط. الحبة هذه حتخليه يموت شوي شوي، هيبين إنه مات بسكتة قلبية نتيجة الضغط المرتفع. يلا خلينا نجري نستعجل قبل ما يجي حد وتفشل الخطة. مرة ولد خالي شين قاعدة تديري هنا؟ مش مفروض في العرس؟ أحمد ضغطه مرتفع وأنا معه هنا بنعطي دواء. مرة خالي محتاجة مستشفى، خلينا نرفعوه إن شاء الله هو بخير تو. وهو مثلا لو محتاج مستشفى نستناك أنت تقول مثلا هيا باي مش فضت لك. سبحان الله، عمري ما ارتحت للبنت هذه. كل ما نشوف عيونها ونقول هذه وراها شيء كبير. سعاد انت نورهان قالت انها خلت تتأكد من تلبس على الفيل معك انت وين خلي تلبس البنت بسرعة؟ اليوم كان حوشنا زحمة وانت تعرفي هذه اللي جابتها ميسم الله اعلم من وين، فخفت على التاكم ومشيت حطيتها في داري وسكرت عليها بالمفتاح. خير ما تديري بنتي، هي هاتيلي التاكم خل تلبسها بسرعة بنتي بسرعة. عمتي انت تعرف ان داري فيها حاجات العرس ومسكر عليها بالمفتاح، وبنتي مخلتها في دار ميسم وهي تو تعبانة شوي وتبكي مش عارفة كيف بندير. ما نقدرش نخلي بنتي بروحها والحوز زحمة انا نخاف عليها. هي ميسم مقعمزة مع اختها ما هي تو تهتم لك بها. هي بسرعة. سلفتي سعاد تو نهتم لك بها اني بري شوف التاكم بتاع نورهان احسن تتأخر على الحفلة. بري توا شوفي بنت تخليهاش بروحها بكرة الحوش معبي ونخاف عليها. هيا ما عمتي خلينا نجيب التاكم. والله حبيبتي فاضية يا اختي ميسم، هذه اللي محترمة كبير ولا صغير ما عادش تعدل عليها وما عادش تشوفي لها بنت هنتش لك علاقة بها بنتها وترد بالها منها بروحها. من زمانها زو الكنة الكبيرة وكل شيء في دارها ومسكر عليها بالمفتاح خلي تدبر راسها. نقدر حتى نكبر راسي يا اختي ماهي، لكن هذا عرسنا نهار ما بيش نخرب فرحتها. انا خلينا نشوف جليلة الصغيرة وانت خشي الكوجينة وشوفي المساعدات اللي جبناهم، رتبوا الحلويات في مكانهم ولا لا. عاد كان ما وقفناش على روسهم يخربوا من روسهم، هم يفكروا عاد في الفلوس اللي بياخذوهم وخلاص. هيا عاد. يا ربي بس انا تو على خاطرك انت بس، على خاطرك انت بس، والا قلبت الحوش على راسها.
هي باي. قالت لي المساعدة إنك تنادي فيا، إن شاء الله خير. أنت ميسم ولا لا؟ إيه أنا ميسم. خير. الخير في وجهك إن شاء الله. اللي اسمها جليلة تنادي فيك في دار سلفتك سعاد. قالت إنها في حاجة شكلها في أمور الترتيبات وقال لك تعالي. لكن أنا تو مع البنت الصغيرة وما نقدرش نخليها ونجيكم. شني مش مع سعاد ولا كيف؟ أنا جابتني سعاد باش نعاونكم، تو نقعد مع البنت أنا دوما كل 5 دقايق. بري وتعالي. صح كلامها، أنا بكي شفت سلفتك سعاد واقفة عليها، خلاص تدبر راسها معها، وانت بري شوفي عجوزتك شن تبي منك. أكيد في حاجة مهمة، وأنا خليش نولي الناس اللي جايبينهم في الكوجينة بالله هادم مساعدين. والله كان خليني ساكتة وخلص. هي انت شن جابك هنا؟ مش قلت لك خليك مع جليلة الصغيرة؟ لكن في واحدة قالت إن عمتي جليلة تنادي فيك، وإن البنت تقعد معها هي، لأنكم أنتم جايبينها مساعدة للعرس. لكن أنا ما طلبت من حد إنه يناديك. فعلاش لما جيتي جبتيش معاك بنتي وجيتي؟ علاش خايفة إنها تقل عليك ولا كيف؟ شنو قصدك بالكلام هذا؟ يعني المرأة هذه كانت تكذب علي أنا؟ وإذا كانت تكذب شنو غايتها؟ تسألي فيا أنا؟ حاولي خلينا نشوف شو مغبرة. بنتي مهناش، قلت لك ردي بالك عليها. وينها بنتي قولي؟ لكن أنا وهو معقولة ما عرفتيش تحافظي على جليلة الصغيرة؟ ما أنا كيف حتكوني أم لولدك الجاي؟ لكن يا عمتي جليلة، أنا بعيوني شفت كنتك سعاد تتكلم مع المرأة هذه اللي كنتوا جايبينها مساعدة في الكوجينة، وكنتك سعاد هي اللي أمنت لها ودخلتها الحوش. ممكن توضح لنا شنو القصة؟ جليلة الصغيرة ما هناش، واضح المرأة اللي جايبينها مساعدة في الكوجينة هي اللي خطفت البنت. شنو قصدك؟ إن في يوم عرسي إن خطفت بنت خوي؟ لا مستحيل الشيء هذا. ما أنا وين بنتي؟ وينها؟ عادي يا سعاد، هذا بلغنا الشرطة بالموضوع اللي صار، أكيد حيلقاها، مصيرهم في الأخير إن يلقاها ويجيبوها لنا. شنو فيه؟ شو صاير؟ علاش التجمع هذا كله؟ صارت حاجة في العرس؟ وين كنت يا أخي مجد؟ للأسف في حد اخطف جليلة الصغيرة. سبحان الله. أول ما شفت المرأة هذه ما عجبتنيش، وحتى قلت له نورهان، وأصلا تعوش يفهم مش غايب علي. لحظة، وأنا جاي توا شفت واحدة تجري وشدت في يدها بنت صغيرة. البنت هذه تشبه جليلة الصغيرة، والله يسيبك مجرد تشابه وخلاص. وكانت المرأة تجري وشفتها ماشية لطريق الغابة. بسرعة يا مصطفى، عاود اتصل بالشرطة وقول لهم المعلومة هذه جديدة، بلكي يلقونا حفيدتي. ميسون تأخرت هلبة وصوت سيارة الشرطة يجروا، وأنا كيف بندير توا؟ خلينا ناخذ البنت من على الأرض ونجري وخلاص، خلينا يحقوا علي الشرطة ويشدوني. يا ربي أنا كيف ندير عملة زي هذه وننسى موضوع نرميدة؟ أنا خلينا نقعد نبدأ هنا أحسن ما يشوفوني الشرطة. إن شاء الله يا رب نرميدة تقدر تهرب. يا ربي لا نرميدة تجري وراها الشرطة يجروا، لو شدها ويقبضوا عليها لا حتعترف بكل شيء، ترفعني ل60 داهية. نرميدة أنت شو درتي؟ يا ريتك استنيتني شوية بس. انت خيرك من بكري تجري وراي. عفوا، ممكن تسمعين شوية؟ لا غلطة، عفوا منك انت. نجحتي انك تطلعيني من مكاني ومن مركزي. رجب المنصور بعد 15 سنة واني نشتغل في هالشركة، اغلب مشاريعه نجحت لاني انا كنت هنا موجودة. كل هذا باعه برخص التراب، واليوم انا مطرودة. مدام انا مش جاي نضايقك ولا نتشمت فيك، انا جاي بنقولك انك لازم تنفدي بريشك. اهرب رجب المنصور، مش ناويلك خير، ممكن يقضي عليك. سمعت خطط انه يخطف لك ولدك وياخد منك بنتك، وسمعت يقول
إنه ناوي يتخلص منك. نصيحتي إنك تهربي، تنفدي بريشك وتحمي صغارك. وبعدين ما تخافيش، أنا عارفة كويس شو قاعد ندير. بعدين هذا شخص خاين، زي ما نعرف إنك أنتي زوجته التانية بس متجوزك بالسر. اللي يخون المرة الأولى ممكن يخون مرة ثانية، وممكن يخون مرة ثالثة، وممكن يخون مرة المليون. يعني الخيانة مش دمنا، وأنا أكيد لا يمكن إني نحط نفسي في هالموقف اللي أنتي فيه اليوم. وأنتي قصتك أنا حناخدها لي أنا عبرة. شنو قصدك بالكلام هذا؟ يعني أنتي مش ناوية إنك تتزوجي من إرجاب المنصور؟ كل شيء لما يكون في أوانه حيكون صحيح ومناسب، لكن توا اللي أنا نبي منك إنك تنفدي بريشك. أطلعي من هالدنيا، أطلعي من هالمدينة، أهربي لأبعد مكان في الكون، واحمي صغارك واحمي نفسك من هذا اللي اسمه جبل منصور. هو شخص ما هوش كويس أبدا. مدام سوزان، أنت بالنسبة لي درس كبير لا يمكن أن ننساه. بسبب مؤامرات الشريرة ما خسرتش إلا بنتي جديدة. أنا لازم نخفي الشي هذا. أني حطيت إيدي بإيدي الشريرة ميسون، وكانت النتيجة أني خسرت بنتي للأبد. هالشي لازم يقعد سر، ولازم يموت مع بنتي للأبد. كمية الحزن اللي انتم فيها راهي هلبة. البنت مش تدخل لكم في الجنة. شو بندير يا أختي حنان؟ والله جليل الصغيرة هذه كانت تملي علينا الحوش، أقسم بالله كلهم زعلانين عليها. ما أنا كانت شوفي مصطفى ولا صدام ولا ولدي مجد مقهورين عليها قهار الله لا يوريه حتى لأعدائي. لكن أنت الأم يا أختي جليل، المفروض تحاولي تنهي هذا كله. أنت حاولي تدخلي السرور لحياتهم، ما جيش الاعتراض على حكم الله. اللهم لا اعتراض على حكمك. أنا جبتلك فكرة يا أختي باش تدخلي السرور والبهجة للحوش وتطلعي الحزن. بما إن كنتك ميسم في السابع، ديري لها احتفال وسميه استقبال، وخلي الناس يجوا ويدعوا لها إنها تولد بسلامة. وفي نفس الوقت تكون حفلة هيك لما مبسطة فيها لمة الأحباب والناس، ترسم البسمة والفرحة على وجوهكم وتنسيكم اللي انتم فيه ولو شوية. الله عليك يا أختي حنان، الحمد لله إنك في حياتي. والله لفكرتك حلوة وتسر الخاطر، لكن أنا ليش ندير الشي هذا من راسي؟ وكنت سعاد عايشة معانا بتشوفني فرحانة بسلفتها تاخد على خاطرها. الله عندها سادها، خسرت ضناها وخسرت ضناه وهو عادي. لا يا عمتي، أنا مش حنزعل، ديرها الحفلة هذه. حتى أنا ما نرضاش إنكم تقعدوا زعلانين بالشكل هذا كله، وأنا راضية على حكم الله. وشكرا يا خالتي حنان إنك جبتينا الفكرة هذه، والله كنا محتاجين. هذا الكلام المظبوط والذرة